إخوان حياكم الله، عدنا من جديد في الجزء الثاني من تتبع هذا العطل، والذي كما عرفتم في البث المباشر السابق يوجد إضاءة ولا يوجد ضغط. أهلا وسهلا أخي صلاح. إذا كما قلت أيها الإخوان، مسألة ديال القياس بالأوفومتر على هذه المسارات الVTS، فما هي إلا واحد العملية اللي غير تتوجهك في الصيانة. أما حقيقة هذه المسارات فلا يمكن يعني الاشتغال عليها بالأوفومتر. أهلا سي عديل، كيف حالك؟ اليوم في الصباح ما شفناكش في اللايف، واش تفرجتي في الحلقة الأولى اللي قبل الظهر؟ إذا كما قلت أيها الإخوان، الأوفومتر بالنسبة للمسارات الVTS فما هو إلا عمل بسيط يوجهك في الصيانة. أما حقيقة هذه المسارات فهي صعبة جدا وتحتاج إلى مهارات وإلى أدوات متطورة. إذا كما وعدتكم في الجزء الثاني سنبدأ من حيث انتهينا في الجزء الأول في الصباح، وسنقوم بالقياس على هذه معليش ماشي مشكل. إذا الطريقة باش غادي نشتغلوا على هذه المسارات، سنضع هذا المجس الأسود مع الأرضي، وسنبدأ بالقياس هكذا. مثلا نضع هنا هنا لحظة. أولا نقوم بتوصيل التيار الكهربائي. عفوا أيها الأصدقاء، هذا هو الغباء والذكاء في نفس الوقت يجتمعوا. إذن الإضاءة ديال البكاليت هي اشتغلت كما تلاحظون في هذه الثقب. سنذهب مباشرة إلى الاشتغال على مسارات الضغط. إذا كما تلاحظون على الأوفومتر يوجد لدي 0.9، وهنا عندي 1.5. ننتقل إلى القناة الفرعية الأخرى، عندي 1.042، وهنا عندي 1.345. أيضا هنا عندي 1.214، وهنا عندي 1.169. ثم أيضا عندي هنا 1.080، وهنا أيضا 1.310، وهنا أيضا 1.038، وهنا 1.348. ثم لدي هنا 1.026، هنا 1.340، 0.229، وهنا 2.225، وهنا أيضا
0.177. هنا 2.167. إذا لاحظتم بالنسبة لهذه القنوات هنا كأن هذه القنوات لا تشتغل. ثم عندي هنا 1.4 430. هنا 0.950. هنا 0.3. هنا 2. هنا أيضا 0.2. هنا 2.2. 0.166. وهنا 2.188. إذن في الحقيقة أيها الإخوان، في الحقيقة بالنسبة لي في الحقيقة بالنسبة للشاشات 5 داتا نجد دائما القناة يعني المسار الموجب لكل قناة يكون مرتفع بعض الشيء عن المسار السالب. هنا في هذا النوع من الشاشات التي بها 2 من الكلوك ويعني فيها 12 قناة فرعية، يعني مجموع 24 سلك، يكون الأمر مختلف. إذا انتبهوا لهذا الأمر. المهم على أي، بما أنه يوجد فولت بالأوفوماتر أيها الإخوان، أردت أن أدخل هذه المعلومة ضمن الشرح. فالأوفوماتر فهو ماذا يفعل؟ فهو يقوم بقياس القيمة المتوسطة لهذه الإشارات، لأنها هي إشارات ديجيتال، هذا لا شك فيها أيها الإخوان. بالنسبة لهذه القنوات الخاصة بالداتا والتي قد تكون 5 داتا يعني 10 أسلاك، أو 20 مسار يعني 10 داتا، أو 24 مسار يعني مثلا 12 قناة فرعية، فكلها إشارات رقمية بامتياز، لا يوجد أي نقاش في هذا الموضوع، كلها إشارات رقمية. إذن فعملية أننا نضع لكل إشارة مسارين، واحد موجب وواحد سالب، فهذا أمر يحتاج إلى شرح أكثر، يحتاج إلى فهم أكثر، لأنه ما بين المسار الموجب والمسار السالب تكون هناك مقاومة. كم قيمتها يا الإخوان؟ إذن لنترك هذا السؤال للمتتبعين: كم قيمة المقاومة المتواجدة بين المسار الموجب والمسار السالب لكل قناة فرعية؟ مثلا وأعطيكم مثال، هذه القناة الفرعية أودي دي تي إكس 2 زائد، إذا هذا هو المسار الموجب ديالها، وأودي دي تي إكس 2 ناقص، هذا هو المسار السالب ديالها. إذا قمنا بالقياس بين هذا المسار وهذا المسار، يعني هذا المسار الموجب وهذا المسار السالب، سنجد بأن هناك مقاومة. كم قيمتها أيها الإخوان؟ هذا سؤال أنتظر الإجابة عليه من الإخوة الذين يهتمون بهذه الشروحات العلمية. الو، ايه سي عبد الله بخير؟ مرحبا، واخا صافي مرحبا، صافي غير يجيبوها ماشي مشكل، غير يجيبوها. واخا مرحبا سي عبد الله، ما كاينش مشكل، مرحبا. يلا واش سي عبد الله؟ الو، اذا
في انتظار الإجابة على هذا السؤال. نعم أخي صلاح، الله يعطيك العافية، 100 أوم. إذا فما دوره، يعني ما هو دور هذه المقاومة وأين تتواجد؟ هل تتواجد بالمين بورد مثلا، تتواجد على مستوى البروسيسور المين بورد، أم أنها تتواجد على مستوى التيكون؟ وإذا كانت تتواجد على مستوى التيكون، بالضبط أين تتواجد يعني في هذه المسارات؟ لأن هذه المسارات أيها الإخوان المنبع ديالها هو المعالج، اللوحة الأم، وتأتي عبر هذا الكابل لتدخل إلى التيكون. إذا هذه المسارات هي موجودة هنا كما تلاحظون، هي نفسها هذه المسارات التي ترون. إذا قمنا بحساب هذه المسارات نجد بأن عددها مثل العدد الذي يعني رأينا في اللوحة الأم هنا. إذن لو تتبعنا هذه المسارات الإخوان سنجد بأنها تدخل إلى هذا معالج التيكون هذا. إذا تلك المقاومة التي نحن نتحدث عنها سنقوم بفصل التيار الكهربائي أولا، وسنقوم بالقياس الأومي على أحد هذه القنوات الفرعية. الآن نتحدث عن قناة فرعية. لما نقول قناة فرعية يعني نقول مسارين، واحد موجب وواحد سالب لكل رمز تي اكس 2 مثلا، تي اكس 2 هي ناقص هي زائد. إذن هذه قناة فرعية حسب الترتيب، نقول بأنها قناة فرعية ثالثة، واحد 2 3. هذه قناة فرعية الثالثة. اخترنا عشوائيا هذه القناة. سنقوم بالقياس الأومي على مستوى ما بين المسار الموجب والمسار السالب لهذه القناة الفرعية رقم 3. هنا هو القياس هنا. إذا لاحظوا أيها الإخوان، هذه القناة الفرعية الأولى والثانية. لاحظوا هي القيمة 101.2. أنا قمت بالقياس هنا على إحدى القنوات الفرعية. ننتقل مثلا إلى القناة الأخرى. صراحة أستغل بيد واحدة، سأثبت الهاتف. هي 101.4 إلى آخره. المهم أن هناك مقاومة بين المسار الموجب والمسار السالب لكل قناة فرعية. إذن يوجد فولت، وقلنا بأن هذا الفولت هو القيمة المتوسطة لماذا؟ لتلك الإشارات الرقمية التي تمر في كل لحظة على مستوى هذه المسارات. لأنه صراحة الدليل الذي يؤكد أن القياس بالأوفومتر يعني فما هو إلا توجيه في الصيانة، ولا يمكن الاعتماد عليه كشكل من الأشكال يعني الاحترافية في قياس هذه الإشارات. لأن الدليل هو أن هذه الإشارات أولا فهي رقمية، وقياسها يحتاج إلى أوسيلوسكوب.
تالي حاجة فهي متغيرة بشكل مذهل، سرعتها كبيرة جدا، لأن سرعتها هي سرعة هذه الكلوك. لاحظوا، وأنتم تعرفون في هذه المنطقة السرعة فهي مذهلة و يعني كبيرة جدا، ولا يمكن لا يمكن تحديد نوع هذه الإشارة في لحظة حوالي ثانية أو ثانيتين إلى آخره. مفهوم؟ إذن الأوسيلوسكوب هو الذي هو المصل في هذا الموضوع. إذن أيها الإخوان، بما أن هذه الإشارات تخرج من المينبورد، إذن كتوجيه في الصيانة، فالمشكلة عندنا تتوجد بالبانل، سواء بالتيكون المدمج أو بهذا يعني هذا البولي إيميد، يعني هذا الكوف التشيب اون فيلم، او ان المعالج مضروب، او ان دي سي مضروب، او ان سي جاما مضروب. المهم هناك خلل. قبل ان ندخل لقياس مسارات البانل، اولا نبدا بالتيكون. التيكون هنا مدمج مع البانل ايها الاخوان. اهلا. إذا لحظة وسأعود. معذرة أيها الإخوان، واحد الزبون أرسل واحد التلفاز للإصلاح. إذا سنمر إلى مرحلة مهمة في هذه اللحظة أيها الإخوان. في هذه اللحظة بالضبط يمكن لنا القياس على مسارات الفي جي اتش وفي جي لو. لكن نعم، في هذه اللحظة يمكن أيها الإخوان القياس على مسارات الفي جي اتش والفي جي لو. إذا انتظروا حتى أهيئ الميكروسكوب لملاحظة هذه المسارات. سنحاول تتبع هذه المسارات. إذا هذا هو الإي سي الخاص، هذا هو إي سي دي سي تو دي سي كونفرتر موجود هنا. ها هو الدي سي تو دي سي كونفرتر، وبداخله يوجد اي سي ليفل شيفتر. انا اركز دائما على هذا الاي سي، لانه صراحه مهم جدا في هذا النوع من الشروحات، ونحتاجه في كثير من المواضيع، لانه مهم في رسم الصوره. إذن أين هو؟ ها هو هذا في جدي. لاحظوا هذا هنا سنجد 16 فولت. إذن الملف المسؤول عن رفع هذا الجزء من 12 إلى 16 هو هذا الملف، وهذا الملف نقطة أن هو هذا الملف. هذا هو الملف المسؤول عن رفع الجهد من 12 فولت إلى 16 فولت. الإخوان الكل يعرف
هذا النظام. هناك أيضا لدينا هنا ما يسمى بالفي اون، لاحظوا الفي اون ها هو، وهذا الفي اون هو عكس الفي اوف، يعني هو الفي جي اتش. هنا تكون القيمة المرتفعة، يعني الجهد الموجب لتشغيل البكسل 27 فولت، يعني أكثر من 20، قد يصل إلى 30 أو أكثر. لنبحث عن في جي ال. هذا 3.3 فولت، لاحظوا هذا 3.3، هاي 3.3 هي الفي اوف أيها الإخوان، لاحظوا هي الفي اوف، ها هي الآن واضحة. عندنا أيضا ما يسمى بالفي اس اس. على أي كلها يعني نقاط سنقوم بالقياس عليها لمعرفة هل دائرة الدي سي تو دي سي كونفرتر تشتغل أم لا. قياس هذه ريالي. الأخ صلاح ليمي من الجزء من العراق يقول بأنها توجد داخل معالج تيكون. شابو، برافو عليك أخي صلاح، كلامك على حق. دائما أنت إنسان يعني صراحة ذو علم غزير. توجد هذه المقاومة داخل معالج التيكون. نعم أخي عادل الإدريسي، هي هذيك جبتي لاصقة 100 أوم، وهذه المقاومة الأومية لا توجد بين الأسلاك، بين المسارات، يعني كمقاومة نراها منعزلة ونراها لوحدها، مثلا هذه المكونات الصغيرة التي نراها، مثلا هذه المقاومة، هذه يعني نقول هذه المقاومة منعزلة 100 أوم، بينها المسار السالب وهذا المسار الموجب لكل قناة فرعية. لا، هي توجد داخل المعالج التيكون، ولكن مدمجة، ولكن على المدخل لهذه الإشارات. وهذه المقاومة تلعب دور كبير في استقرار هذه الإشارات الرقمية التي تنبعث من معالج المين بورد في اتجاه هذا المعالج. لولا هذين المسارين، ولولا هذه المقاومة التي توجد في مدخل هذا المعالج تيكون، لما رأينا الصورة بتلك الجودة. إذن في مداخل هذا المعالج توجد تلك المقاومة 100 أوم بين مسارين. لو تتبعنا هذا المسارين هنا، سنجد ما يدخلان معا، كل مسار على طرف، كل مسار على طرف، و عافانا الله وإياكم. إذن كما قلت أيها الإخوان، لا يجب أن نطيل في هذا الموضوع، سنتحدث عنه في الشرح الأكاديمي إن شاء الله. لنمر مباشرة إلى قياس الجهد على النقاط البارزة، هي الفي جي اتش الفي جي لو. لكن قبل ذلك هناك نقطة مهمة، كما شرحت في الصباح. ماذا قلت؟ أنتم اقترحتم علي بعد أن قمت بقياس الفيوز هنا 12 فولت موجودة، اقترحتم علي أن أقوم بقياس الفي جي اس والفي جي لو. لكن أنا قلت لكم يجب علي أن أقوم بقياس الجهد، يعني القيمة المتوسطة على المسارات القنوات الفرعية، ثم بعد ذلك
قلت لكم بأنه عندما تدخل ال 12 فولت هنا تذهب مباشرة إلى هذا الإي سي، إلى دائرة الدي سي تو دي سي كونفرتر. بعدها تخرج لنا 3.3 فولت تذهب إلى المعالج والإبروم، وهذا المعالج لا يقلع إلا بعد أن تأتيه الداتا من هذه المسارات لقنوات فرعية، بحيث تدخل إليه آنذاك يقوم بإرسال نبضة تشغيل، منه تخرج وتذهب إلى دائرة الدي سي. يعني هذا النوع من الدوائر فهو متحكم بها من طرف المعالج التيكون. إذا في نظركم سنبحث عن هذه نقطة إشارة الأون، أم سنذهب إلى قياس الفولت على المخارج الفي اتش الفي جي اتش الفي جي لو؟ أنا في رأيي والله أعلم سنذهب إلى البحث عن هذه النقطة تتواجد بجانب المعالج، وهي مهمة جدا. أعتقد أننا سنعرفها وسنناقشها لأول مرة. إذا لاحظوا أيها الإخوان، اسمها متداول في الأوساط الفنية، وكل الإخوة الذين يعني يهتمون بالصلاحات العلمية يعرفون ما هو اسم أو رمز هذه النبضة. إذا هذه النبضة أيها الإخوان هي هذا ريسيت. في حالة إذا كانت هناك أخطاء برمجية، المعالج يعيد تهيئة نفسه من جديد عن طريق هذه النبضة ريسيت. وأيضا نبضة تشغيل دوائر دي سي تو دي سي كونفرتر تنتظر دائما إشارة من المعالج، ألا وهي هذه تي ار دي إجراج أو واي، يعني على حساب كل دولة وكيف ستنطق الحرف إجراج. إذا هنا عندما يقلع الجهاز ونقول أن هذا المعالج فهو يعني يتحكم بنبضة تشغل دائرة الدي سي تو دي سي كونفرتر، علينا القياس على مستوى هذه النقطة ألا وهي تي ار دي إجراج. هنا يجب أن نجد إشارة دي سي ثابتة وغير متغيرة، هي فقط إشارة دي سي تخرج من المعالج لتذهب إلى دائرة الدي سي تو دي سي كونفرتر لتعطيها أمر بالاشتغال. إذا سنوصل التيار الكهربائي ونهيئ الأنفومات ونقوم بالقياس على هذه النقطة، ونرى بعد أن يقلع الجهاز هل تظهر هذه النبضة أم لا. إذا كما لاحظتم أنا وضعت الميزة الأوفوماتر على هذه النقطة، ثم سأصل التيار الكهربائي ونرى على مستوى الأوفوماتر. الريسيت موجود، وهذه الإشارة غير موجودة. يعني كما لاحظتم هذه الإشارة غير موجودة الآن. هذه الإشارة هي التي تعطي أمر بدوائر دي سي بالاشتغال. إذا هل هناك من مسار آخر غير هذا المسار؟ هناك سنكرو،
12 فولت ثابتة. ونبدأ الدرايفر غير موجودة، نبدأ الريسيت غير ثابتة، ونبدأ السانكرو ترتعش، يعني غير ثابتة غير مستقرة. نبدأ السانكرو هنا، نبدأ السانكرو غير ثابتة. إذن في هذه اللحظة أيها الإخوان، في هذه اللحظة ماذا يجب علينا أن نفعل؟ يجب أن نقوم بإطفاء الجهاز وتشغيله مرة أخرى، ونركز على نبضة درايفر، هل ستظهر بسرعة وتختفي أم لا؟ إذن نبضة تي ار دي إدراك لا تظهر. أو أنها تظهر ولكن الأوفوماتر يعني بتلك السرعة لا يراها، يعني لا يحس بها. وهنا القمة المتوسطة تحتاج إلى تردد وتحتاج إلى زمن. هنا السانكرو غير مستقر. إذا في هذا السانكرو، في هذه الإشارة ديال المعالج ديال السانكرو، ملي تكون هذه الإشارة غير مستقرة تخبرنا بأن هناك مشكلة بإحدى الدوائر المتصلة بهذا المعالج. ومن طبيعة الحال أول الدوائر التي يجب أن نشتغل عليها هي دي سي تو دي سي كونفرتر. في هذه اللحظة سنذهب مباشرة إلى البحث عن قنوات، عن مسارات الفي أون والفي أوف. لاحظوا 3.3 فولت هذه موجودة. نعم 3.3 فولت موجودة كما تلاحظ هنا. الأوفوماتر الفي أوف ها هي مخبية هنا، الفي أوف غير مستقرة. لاحظوا مثلها مثل نبضة الأبي سانكرو قرب المعالج، لأن المعالج يرسل إشارات تي ار دي إغريغ، يعني إشارة تشغيل دوائر دي سي دي سي، وينتظر إجابة من أين؟ ينتظر إجابة من خط السانكرو. في هذه اللحظة هذه إذا كان خط السانكرو غير مستقر تتوقف نبضة التشغيل. وهنا كما تلاحظون أيها الإخوان حتى أن جهد الفي أوف المستنتج من دي سي تو دي سي كونفرتر غير مستقر. هذا يدل على أن هناك يعني شورت، يعني دائرة الدي سي دي سي فهي تشتغل، ولكن يوجد شورت يمنع استمرار خروج هذه الجهود. نعم أخي نفحص جهد في دي موجود أخي 3.3 فولت موجود، ولكن يوجد شورت. النتيجة النهائية وأنه يوجد شورت بمخارج، يعني بمسارات الفي أون والفي أوف هي الركائز الأساسية. لأن هنا جهد الفي السالب الفي أوف فهو متأرجح، يعني يظهر ثم يختفي، يظهر ثم يختفي. لنبحث مثلا عن جهد الفي أون ونرى ماذا يحدث على مستوى هذا المسار. هو الفي أون كما ترون. إذا أيضا هو متأرجح، الفي أون متأرجح. إذا أكيد أن هناك لنبحث عن هذا الجهد، جهد الأفي دي دي أيضا غير موجود. الأش أفي دي دي فهو غير موجود. ها هي 12 فولت من أين كتدخل؟ 12 فولت ها هي موجودة هنا، ها هي 12 فولت إن. هنا سنجد 12 فولت. لاحظوا
ال 12 فولت موجودة بجانب هذا خدام بها هو. إذا مفهوم أيها الإخوان؟ إذا الخلاصة والاستنتاج من خلال هذا التتبع، لأن هناك تأرجح في الفولتايات، وهذا يدل على أن هناك شورت على مخارج هذه الفولتايات، وهذا الشورت قد يكون داخل البانل، قد يكون على كما قلت في الصباح على المسارين بين الفي جي اتش والفي جي لو، لأنه تكون هنا مسارهما متقاربين هكذا، فإذا وقع احتراق يعني يحدث شورت بينهما، وبالتالي تمنع اشتغال دائرة الدي سي تو دي سي كونفرتر بالشكل السليم، أو أن أحد المكونات هنا في مخارج في مسارات هذه الدوائر به شورت. إذن أول خطوة أيها الإخوان هي أن نقوم بنزع هذا الكهرباء، ونبدأ بتتبع هذه المسارات. مثلا نبدأ بالمسار الأول ألا وهو الفي أون، لأنه لعلمكم أيها الإخوان مسار الفي أون هو المسار الأساسي في هذه الدائرة دي سي، لأنه مسار مرتفع، ودوائر الفيدباك تنبعث من هذا المسار. دوائر الفيدباك لها ارتباط بهذا الجهد. إذن القياس الأومي أو البيزر بينه وبين الأرضي مباشرة. إذن الأمومة على وضع الصفارة، نضع أحد مجسات الأمومات على الأرضي هكذا كما تلاحظون. إذن الأرضي لو وضعت هذا الأرضي هناك صفارة، سنضعه مباشرة على مسار الفي أون. إذا لاحظوا لنرى هنا لا يوجد أي شورت، على مستوى في دي لا يوجد شورت، على مستوى 12 فولت لا يوجد شورت، على مستوى دي لا يوجد شورت، على مستوى الفي 3.3 لا يوجد شورت، على مستوى الفي اوف لا يوجد شورت، على مستوى هنا لا يوجد شورت. إذا لا يوجد شورت بين الأرضي والفي اون، لا يوجد شورت بين الاش في دي والأرضي، لا يوجد شورت بين مسار 12 فولت هنا والأرضي، لا يوجد شورت بين، لأن 3.3 فولت موجودة، فمستحيل أن يكون هناك شورت. لا يوجد شورت بين الفي اوف والأرضي، لا يوجد شورت بين الفي اس اس والأرضي. إذن أين يوجد هذا الشورت؟ لنقول مثلا أنه يجب علينا القياس بين الفي اوف والفي اون. مثلا الفي اس والفي اون، في دي والفي اون، 12 فولت والفي اون. إذن أين يوجد هذا الشورت؟ لا يوجد شورت أيها الإخوان. إذن أين يوجد هذا الشورت؟ إذن علينا أن نلقي نظرة حول هذه المكونات تحت عدسة الميكروسكوب. ربما قد نجد آثار لانفجار أو آثار لشيء ما يوحي أن هناك مشكلة ما، لأنه صراحة بعد كل هذا المجهود نرجع إلى من حيث بدأنا، ونعتمد على النظر فقط بالعين المجردة دون فعل أي شيء. إذن بجوار هذا الاي سي دي سي تو دي سي كونفرتر نبحث ونرى هل هناك
شيئا ما يوحي بوجود مشكلة ما، مشكلة إلكترونية ما. هذه مكتفات تبدو سليمة بجوار هذا المعالج. هذه مكتفات أيضا تبدو بحالة جيدة. نذهب إلى الجهة الأخرى. تبدو هذه أيضا في حالة جيدة. أيضا هذه تبدو نظيفة. ثم لاحظوا هنا تبدو هذه نظيفة. ننتقل. لاحظوا أيها الإخوة، لاحظوا. هو أحد مكتفات منفجر. هل رأيتم؟ أن أحد مكتفات منفجر؟ هل رأيتموه أيها الإخوة؟ أنا رأيت مكتف منفجر. ها هو. إذن لنقوم بالقياس على طرفي هذا المكتف ونرى. نضع الصفارة على طرفي هذا المكتف، نقوم بالقياس. إذن يوجد شورت حاد هنا على طرفي هذا المكتف. أيها الشباب، لقد تمكنا من حصر هذا العطل. نبحث عن الهوت هاب. ونرفع هذا المكتف. إذن كما لاحظتم أيها الإخوان، نرفع هذا المكتف للهوت هار. إذن ها هو. سنضعه مرة أخرى تحت عدسة الكاميرا. كما تلاحظون فهو منفجر. لاحظوا أثار الانفجار أيها الإخوان. لاحظوا أثار الانفجار. على أي سنضعه تحت الكاميرا مرة أخرى، تحت الميكروسكوب مرة أخرى. أهم شيء هو أن نقوم بالقياس على هذا المسار ونرى هل اختفى الشورت أم أنه لا زال موجود. إذا اختفى الشورت فنحن فعلا قد تمكنا من إصلاح الجهاز. إذن إذا قد اختفى الشورت، ها هي، أنا أقوم بتلامس ولكن لا يوجد أي شورت. إذن علي أن أخذ هذا المكتف من الخردة.
إذن قد أخذت هذا المكثف من الخردة وسأقوم بتركيبه هنا. وأخذته من دائرة الدي سي، أخذته من دائرة دي سي لبانل آخر. إذن سنقوم بتركيب هذا المكثف إذن كما ترون تم التركيب. لن يبقى لنا سوى أن نجرب. إذن انتظروا حتى نقوم بإخلاء الأدوات عن ظهر التلفاز ونجرب. بسم الله وبركة الله. بسم الله على بركة الله. إذن لقد تمكنا من إصلاح هذا الجهاز أيها السادة كما تلاحظون. نراكم في حلقة أخرى، وأي سؤال يخص أعطال البانل وأعطال التكونات، شرح أكاديمي أعطال، نحن موجودين إن شاء الله في هذه الصفحة للإجابة على كل التساؤلات. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.